يلا بينا بقى النهاردة هنعمل الصدر الفرخة ده. احنا اللي خاليينه. جبت فرخة كبيرة وخليت الصدر بتاعها. بصراحة خليت بتاع الفراخ هو اللي يعمل لي الصدر الفرخة ده. فهنعمله بطريقة حلوة بدل التحمير والحاجات دي. طبعا الحر الجامد اللي احنا فيه ده ما بيحتاجش للتحمير والحاجات دي، فهنعمله بطريقة جميلة. نسمي الله بقى ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقطعه الاول شرايح زي ما احنا شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هو احسن حاجه، طبعا انا مخرجاه من الفريزر من ساعه، فاحسن حاجه ان هو يبقى متجمد شويه، بيبقى احسن لك. ليه؟ لو هو مش متجمد شويه هتبص تلاقيه ما تعرفيش تتمكني في التقطيع بتاعه. حتى لما تيجي تعمليه بانيه ولا اي حاجه هيبقى سهل بالنسبه لك. تقطيع بقى، حبه تقطعيه كبير حبه تقطعيه صغير، دي حاجه ترجع لك انت. السمك اللي احنا شايفينه ده، وبعدين اعملهم بقى مكعبات. طريقه بسيطه وسهله. ممكن بقى الحاجه دي تعمليها جنب شويه مكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. تعملي جنب شويه رز، تجيبي العيش الكريب او انت اللي تعمليه وتعمليه زي نظام شاورما كده، فهيسهل عليك. هقطع بقى الحاجة التانية وبقى الحتة التانية عشان ما بسم الله ما شاء الله. قطعت الكمية اهي. وطبعا بدل ما تروحي تجيبي كيلو بانيه دلوقتي بقى معدل الكام 180 ولا كام، بقى غالي جدا. لا، هاتي الفرخة واستفيدي بها في كل حاجة فيها، واعملي خليه يخليلك البانيه. او لو انت بتعرفي سهل برضو ان انت تخليه وهتستفيدي بيه. شايفين الكمية ما شاء الله قد ايه. هشوف بقى نعمل بعد كده هبشر البصلاية. بشرنا البصل اهي. وده فلفل مفرزاه حامي على بارد. وعندي التوابل. انا ما بحبش احط التوابل كتير عشان ما تغيرش من طعم الحاجة. بحب استطعم بالطعم كده، يعني كتر التوابل بيغير الطعم. عندي ملح حسب ما انت بقى عايزه تحطي، نص معلقه ربع معلقه الحاجه اللي انت تحبيها. وعندي فلفل اسمر، وعندي بابريكا. و يا سلام لو البابريكا مدخنه كمان، هي دي بابريكا عاديه. وعندي بتاع ده كركم، والكركم ده بحب ادخله في كل حاجه، في اللحمه، في الفراخ، في الجبن، بحب دايما احطه. وعندي نص معلقه سكر. هضيف بقى الحاجات دي على البصل والفلفل الاحمر، وابدا ادعكهم. عندك عسل اسمر حطي، الطعم بيبقى جميل جميل جدا. انا عندي هنا دبس رمان هحط شويه. عندك زبادي حطي. خلاص عملنا الخلطه اهي زي ما احنا شايفين. نبدا ننزل عليها بقى على
مكعبات البانيه. نبدأ بقى ايه نقلبها كلها مع بعض. سيبيها بقى ساعة في التتبيلة، ساعتين. كل ما بتقعد وتتشرب من الخلطة بتبقى جميلة. وهنشوف بعد كده بقى هنبقى ايه، هنسيبها بقى في التلاجة وهنشوف بعد كده هنعمل فيها ايه بعد كده. شايفين؟ ما تنسوش اللايك بقى. وانا بشكر اخواتي وحبايبي كلهم اللي شرفوني من جوه مصر وخارج مصر. بحبكم كلكم في الله، وربنا يديمكم نعمة علينا جميعا، وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش اللايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك لو عجبه المحتوى بتاعنا. هنشوف بقى بعد كده هنعمل ايه في الخطوة التانية. صدر الفرخة، وبعد ما سيبناه في التلاجة حوالي ساعتين 2 خلاص هنبدأ ننزل بقى عليه. حطيت اي مادة دهنية انت تحبيها بقى. انا حاطة زيت زيتون. هنزل بقى بالفراخ بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده التفريش نعملها كده عشان تاخد صدمة. طلع روعة. خلينا نقلبه كده من ناحيتين لحد ما تتشوح خالص. خلاص شايفين اتشوحت خالص اهي. هبدأ بقى انزل عليها بكوباية مية مغلية. بسم الله الرحمن الرحيم. احط عليها معلقة الصلصة دي. حابة تحطيها، حابة مش حابة خلاص. يعني تديها ايه لون بس كده بس. واغطي عليها بقى واسيبها لحد ما تستوي كده بقى ايه. يكون خلاص مكعبات الفراخ اهي. شوفوا جايبه الزيت بتاعها والسمنه بس. يبقى كده خلاص ايه نطفي عليها ونغرفها بقى معاكم ونشوف شكلها في الاخر. ايه رايكم بقى في الشكل والجمال والحلاوه دي والطعم؟ خطير، تحفه تحفه تحفه. تاكليها بقى بالعيش، تاكليها جنب مكرونه، تاكليها جنب لسان عصفور. انا عامله جنبها النهارده لسان عصفور جنب شويه رز. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. متنسوش بقى اللايكات. وأترككم في رعاية الله وأمنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.